ما زال باب القيد مفتوحا. كانت جماهير الزمالك بتحلم بصفقات تعوضها عن سنوات عجاف كتيرة، لكن اللي حصل انه نادي الزمالك اشترى العواجيز اللي هتنزل الملاعب بالعكاكيز، وزي ما بيقولوا اشتروا ايوب وشكشك، في اشاره طبعا الى انه عبد الله السعيد وصل 37 او 38، نفس سن شيكابالا تقريبا، نفس سن محمد عبد الشافي، 3 لعيبه قربوا من سن ال40. بدأ الحديث كتير في حول في الحته اللي بتتناول سن اللعيبه دي، وبدأت بقى عمليات التريقة تشتغل وعملية التحفيل اللي وصلت في بعض الأحيان زي ما بقول إلى عملية تهبيل. والحقيقة إن الزمالك عكس كده، الزمالك عمل مجموعة صفقات الحقيقة يستحق عليها مجلس إدارة النادي كل الشكر وكل التقدير، إنه استطاع في 100 يوم إنه يحقق كتير من الوعود اللي قالها أو اللي خدها على نفسه، ومش هنعد الوعود دي لانه خلاص كلها اتقفلت تقريبا. والقصه انه النادي او الاداره استعانت بعدد كبير ممتاز من اللاعبين، يتقدمهم طبعا عبد الله السعيد، وفي طبعا ناصر ماهر ومحمد شحاته وسيف فاروق جعفر لجع واحمد حمدي وزياد كمال وياسر حمد ومهاب ياسر ومحمد عاطف واللاعب الاوغندي اسمه ترافيس، وفي كلام تاني عن نجم سوري، والقصه شغاله يعني. فالحقيقه انه الحديث انا هتكلم عن ال3 بس اللي بيقولوا عليهم عواجيز، 3 جواهر، 3 مواهب قلما يتواجد مثلها النهارده ولا امبارح، ومن الصعب ان يتواجد بكره. عبد الله السعيد طبعا كان حلم حياته يجي الزمالك، وقد جاي على شيكابالا، وهو الاسطوره فعلا الحقيقيه لنجم كره القدم عبر كل العصور. يعني بالتاكيد شيكابالا واحد من المواهب اللي لو سالت كل اي حد في اي حته بيقول لك ده لعيب لا يتكرر. محمد عبد الشافي نموذج فريد من نوعه. لو بصينا على المستويات هنلاقي ان شيكابالا في الموسم ده والموسم اللي قبله بعده مواسم هو افضل لاعب الزمالك. لو بصينا لعبد الله السعيد هنلاقيه واحد من افضل اللعيبه وافضل النجوم في السنوات الاخيره وما زال. محمد عبد الشافي النجم المتالق الذي يعطي بلا حدود. دول ال3 اللي الناس بتقول عليهم عواجيز هينزلوا بالعكاكيز وتريقه بقى، ايشي ايوب وشي شكشك، ودخلنا في موال. طبعا بقيه الصفقات هتثبت وجودها، لكن ال3 دول بدل ما نتكلم عنهم كويس ونحترمهم، وبعدين المساله بقت ان الكبير السن النهارده بيتريقوا عليه، وممكن جدا جدا دلوقتي انا بتكلم يقول لك يا عم روح، انت رايح فين؟ انت راجل بتخرف، انت كبرت دلوقتي، وكلام المفروض ان كل واحد عارف قيمه نفسه وقيمتك بتحددها، ادائك او عملك او اسلوبك او اي حاجه، مش طول لسانك ولا قله ادبك فهي القصه كلها ان ال3 دول اللي الناس صيداهم جامد قوي المفروض بدل ما يحترموهم ويقدروهم ويقدروا اداره الزمالك على الجهد اللي بذلوه، بنلاقي الدنيا بدات ماشيه في سكه التقطيع. مع انه واحد زي لعيب زي مودست مثلا، ما هو ممكن برضه شغال في الناحيه الثانيه، ده راجل عنده 36 سنه جاي بمبلغ وقدره قد كده، النادي الاهلي اداله فرص كتيره جدا جدا، لكن ربنا يديله الصحه وطول العمر ان هو يكمل. لكن لما اتكلم عن مودست يتكلم عن مستواه، مش يتكلم من 36 و37. ما في نجوم العالم النهارده السن بدا يتقدم، وفي نجوم كتير جدا جدا بيحكم عليها بالعطاء. احنا كل اللي عايز اقوله انه مش اي مشروع ناجح او اي انسان ناجح او اي بني ادم طموح الناس تجرجر فيه وتشده وتحاول ان هي ترجعه ورا
وبدل ما نقول لإدارة الزمالك برافو، ونقول لشيكابالا والعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي افضل واكبر 3 نجوم في الساحه النهارده برافو عليكم وشدوا حيلكم، بنلاقي الدنيا بتمشي في سكه تانيه. وبتبقى الشكل الاداء بيدي نوع من الانطباع كده ان انت عايز تخلص على الراجل ده، عايز تخلص عليه لانه ناجح. وعاده يعني اي حد ناجح امر طبيعي في هذا الزمن انه الناس تتكلم عليه وتحاول ان هي تخلص عليه. اذا الزمالك لم يشتري ايوب ولا شكشك، ولم يشتري العواجيز اللي هينزلوا بالعكاكيز. هو اشترى يعني مجموعه لاعبين ممتازين تستحق الاداره الشكر عليهم. وتبقى بقى مساله الحكم على اي حد في الملعب، وبالتاكيد حمل كبير جدا جدا على عبد الله، وحمل كبير على شيكابالا، وحمل كبير على عبد الشافي، وعلى كل الناس اللي في الساحه. حمل كبير ان هو النهارده بيبقى الجمهور حاطط عليهم يعني آمال كبيرة، فالمسؤولية بتزيد عليهم. والملعب هو الفيصل، لكن الاحترام يظل احترام. احترموا اللعيبة، واحترموا نجومكم ورموزكم، لأن هم دول الثروة بتاعتنا كلنا، مش في الزمالك بس لكن في كل الأندية. شكرا لحضراتكم.